هو انت فاكر ان ربنا مش شايفهم وهم بياخدوا في حرضك وبيحاولوا يخربوا بيتك؟ هو انت فاكر ان ربنا مش شايفهم وهم بيتآمروا عليك وبيحاولوا يبوظوا شغلك وحياتك؟ اوعى تكوني فاكرة ان ربنا مش شايفهم وهم بيتكلموا عن صفات اصلا مش فيكي. اوعى تكوني فاكرة ان ربنا مش شايف اللي دايما متربص لك وبيحاول يأذيكي. اوعى تكون فاكر ان ربنا مش شايف اللي بيحاول دايما يشوه صورتك قدام الناس. اوعى تكون فاكر ان ربنا مش شايف اللي عامل حبيبك وهو في ظهرك وسواس خناس. احب اطمنكم ان ربنا شايفهم وعالم باللي في قلوبهم من ناحيتكم ومش هيمكنهم منكم ابدا. اطمنوا، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا وانتوا اللي بتعملوا كده. والله انتوا صعبانين عليا. لو فاكرين يا اللي بتعملوا كده ان ربنا مش شايفكم تبقوا غلطانين. ده ربنا بيقول في كتابه الكريم ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. ده ربنا بيقول في كتابه الكريم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. قال أحدهم لصاحبه ربك يرمينا بسهام القدر فقال له كن بجوار الرامي تسلم. فسيب اللي يتكلم يتكلم واللي يدبر يدبر. اتقي ربنا انت بس، هو مش هيسيبك ومش هيضرك ومش هيمكن حد منك. ربنا بيمهل يوم واثنين وعشرة وفجأة بيتدخل القدر عشان يعيد الحقوق ويرتب المقامات. اطمن، ربك هو العدل وهو أحكم الحاكمين، ولأنه كما تدين تدان سيبتلى كل شامت بما شمت وكل ظالم بما ظلم وما كان ربك نسيا. مش كده وبس، على فكرة ده ربنا بيملأ قلب الظالم هيبة من ناحيتك لما يشوفك أو بس تيجي سيرتك. ويا بخته، والله يا بخته اللي اتظلم وفوض أمره لله. يا بخته اللي اتظلم وساب حقه لربنا يجيبه له لحد عنده، وهيجيبه له لأن ربنا الحي القيوم مش مع الظالم، لا دايما مع المظلوم. كل حاجة بتحصل في حياتك يا أختي مقصودة. كل حاجة بتحصل في حياتك أنت كمان مقصودة. مفيش حاجة بتحصل كده يا جماعة. ده ربنا بيقول في القرآن إنا كل شيء خلقناه بقدر. بالمليمتر يا حبيبي، بالمليمتر. اطمنوا يا جماعة، اطمنوا. كل اللخبطة اللي انتوا عايشينها دلوقتي والوجع نهايته جبر خاطر وعوض من ربنا وفرحة وسعادة ما كنتش تتخيلها أبدا. اصبر واطمن وربنا هيفرحك قريب جدا. هو عارف انت نفسك في ايه، هو عارف انت نفسك في ايه وايه اللي يفرحك، وان شاء الله هتجيلك الفرحة اللي بتتمنيها قريب. ربنا أكرم من انه يشوفك نفسك في حاجة ومتعلقة بيها ويحوشها عنك. ربنا أكرم من انه يشوفك تعبان ويسيبك. انا عايزك تطمن وما تشغلش دماغك بيهم. سيدنا النبي لما توجع من كلامهم ربنا قال له فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. اطمن، ربنا شايف ومطلع على اللي في قلوبهم. دي رسالة لحضراتكم. أما رسالة الأخيرة فللي بيظلم ويغدر ويخون، للي بيجرح مشاعر الناس ويكسر قلوبهم وخواطرهم ويخوض في أعراضهم، بقول له اعمل اللي انت عايزه، اعمل اللي انت عايزه، بس لازم تعرف بإنك على موعد مع ربنا لوحدك. قال تعالى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. السلام عليكم. نسيت أقول لكم مش هقدر استمر إلا بيكم وبدعمكم، فلو سمحتوا من فضلكم ادخلوا على قناة اليوتيوب، اشتركوا في القناة وما تنسوش تفعلوا الجرس في أطيب خلق الله. هسيب لكم رابط القناة أعلى الفيديو وأسفل الفيديو. إلى لقاء آخر، أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.